أهلا وسهلا بكم. معكم عبد الوهاب حفكوف، أحييكم وأرجو لكم مشاهدة طيبة. تحية تبونية نوفمبرية أكتوبرية قدسية عربية إفريقية، تحية للأحرار في كل مكان. لا تنسوا تفعيل جرس الاشتراك لو تكرمتم، كما لا تنسوا دعم الأحرار، وستجدون روابطهم مثبتة بركن التعليقات. في هذه الحلقة سأتحدث عن مغزى القرارات الأوروبية المثيرة بشأن العلاقة مع الجزائر، وسأتحدث عن التحذير الجزائري لسويسرا، كما سأتحدث عن آخر تطورات انقلاب غابون. دعونا نبدأ بالمغازلات الأوروبية الأمريكية للجزائر. في هذه الأيام نقرأ في الأخبار منذ مدة تقريبا، وخصوصا بعد بريكس، إشارات هنا وهناك تحمل مدلولا جديدا ومقاربات غربية مختلفة متوددة في الغالب للجزائر. لم تتوقف أمريكا عن إرسال الإشارات الإيجابية للجزائر، ولقد استغلت أزمة النيجر لتأكيد اتفاقها الكلي مع الجزائر، ولكن ليس بالضرورة على غرار الدعم الإيطالي المطلق لمبادرة الجزائر في النيجر. على الأقل تبدو أمريكا مهتمة كثيرا بالتودد للجزائر، وليس مستبعدا أنها هي التي أوحت للأوروبيين أن يتقدموا بعروض ما مغرية للجزائر. على سبيل المثال، منذ أيام فاجأتنا فرنسا بالسماح للجزائر بالاطلاع على الارشيف التاريخي، وعلمنا أن وفدا فرنسيا مهما يتأهب لزيارة الجزائر لمناقشة ملفات مهمة، من بينها ملف الذاكرة. يعني هذا ما قرأته. وأما المفاجأة الأكبر فلقد تمثلت في إعلان المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، والذي أصدر تقريرا مهما عبر فيه عن أهمية منطقة الشمال الإفريقي لأوروبا، وإيلاء الجزائر أهمية أكبر، وعدم الاكتفاء بالتعاون معها في مجال الطاقة، بل الاستثمار بقوة في كافة المجالات. أعرب التقرير عن أهمية إقناع دول الشمال الإفريقي وخصوصا الجزائر على إقامة علاقات استراتيجية مع أوروبا عوضا عن الصين، ونصح بإقامة شراكة خضراء على غرار الشراكة التي أقامها المجلس الأوروبي والاتحاد الأوروبي مع المغرب. التقرير إذن يؤكد طموح الغرب في منافسة الصين بالجزائر. لاختصار الوقت، فهل ستنجح أوروبا في ذلك؟ وما سر توقيت هذا الإعلان؟ الإجابة السريعة: من المستحيل أن تنجح أوروبا في مسعاها، ولكنها تقدم فرصا قابلة للاستغلال، وسأتحدث عن ذلك بعد قليل. في تقديري ليس مستبعدا أن توقيت الإعلان الأوروبي ربما يحاول جس نبض الجزائر، خصوصا بعد تأجيل انضمامها للبريكس. وهذه المحاولة تتماهى مع قراءة تقول بأن الجزائر ربما لم تكن سعيدة بسبب عدم استبسال حلفائها التقليديين في سبيل قبولها بالبريكس، وأنها فوجئت بالرؤية التجارية لمجموعة بريكس التي أهملت الاعتبارات الجيوسياسية الصلبة. بل هناك من ذهب إلى حد اتهام روسيا بعرقلة انضمام الجزائر لبريكس سرا. هذا لأنها لم تكن سعيدة بتوفير الجزائر الغاز لأوروبا، وأنها ربما أضعفت موقف روسيا. ولقد استاء جزائريون من تصريحات لافروف الأخيرة التي بدأ فيها متناقضا مع تصريحات قديمة له تحدث فيها في الماضي. تحدث بإعجاب كبير عن قوة النفوذ الجزائري. تصريحات لافروف كانت بالفعل متناقضة، ولكنها بالمناسبة انتبهوا، كثيرون يحاولون التصيد في هذه الظروف، وانتبهوا كثيرا. هذه الأمور لن تفسد علاقة استراتيجية مبنية على أسس متينة، لا يمكن أن يحدث ذلك. وفي خلال أيام الأمور لن تتغير. في نظر بعض المحللين هذه الأمور قد تشكل أرضيات لمراجعة استراتيجية. أنا شخصيا
لا أتفق مع هذه التحليلات، أنا فقط تطرقت إليها احتراما لأذهان المتلقين. موضوع بريكس مفتوح وتطوراته سارية المفعول، خصوصا مع إعلان التوسع، وإذا كان ثمة خطأ فهو يقع على عاتقنا نحن الإعلاميون. وأما العلاقة بين الجزائر وروسيا فهي أعمق، ولا أرى موجبا لاتهام روسيا دون دليل. على النقيض من ذلك، أكد الخبراء أن روسيا والصين طالبتا بقوة بانضمام الجزائر لبريكس. نحن كنا نتابع حتى الأخبار اليوم قبل الأخير في أثناء الاجتماع، تحدث هناك مسؤول من جنوب أفريقيا قال بنفسه أنه متفائل جدا، وكان يحضر الاجتماعات. على أي حال لا أريد العودة إلى هذه الملفات. قيام الجزائر ببيع الغاز لأوروبا في كل الأحوال هذا ليس بالأمر الخطير. في كل الأحوال كانت الجزائر تبيع الغاز في كل الأحوال لأوروبا حتى قبل أوكرانيا، ولأوروبا شركاء آخرين كانوا على استعداد لتوفير الغاز لأوروبا، منهم مصر، النرويج، قطر، أمريكا، كانوا يتفاوضون مع الجميع وكانوا سيجدون البديل لروسيا. المشكلة أنها مشكلة أوروبا مع روسيا، المذنب هو الغرب الذي فرض العقوبات وليس المزودين الذين يتعاملون مع ميكانيكيات السوق. لو امتنعت الجزائر عن بيعهم في كل الأحوال وجدوا بديل آخر. هذه هي الأمور. وعلى ضوء ذلك في تقدير التعويل على إبعاد الجزائر من حلفائها التقليديين واستغلال ملابسات بريكس استعجال ينم عن عدم الفطنة، وخصوصا أن الجزائر تستعد لدخول منظمة شنغهاي، وهي منظمة أمنية ودفاعية واقتصادية تضم العديد من القوى النووية بما فيها الصين وروسيا والهند. وهذا لا ينبئ أن الجزائر تبيت نية المراجعة الاستراتيجية، بل تستعد لاستحقاقات أكبر. بالطبع سأكون حذرا هذه المرة، لن أقدم وعودا سخية بشأن انضمام الجزائر لمنظمة شنغهاي. وعدا ذلك فأنا أجد الاهتمام الأوروبي المتزايد بالجزائر خاصية إيجابية. هناك ما يسمى، هناك شيء اسمه الباع في السياسة، وهذا مهم جدا. بإمكان الجزائر أن توظف ذلك لتحسين شروطها التفاوضية مع كل المعسكرات وتعزيز اقتصادها وفرصها الجيوسياسية. في الوقت الراهن على الأقل الجزائر قد تحررت من الحرج والمديونية لأي جهة، وهذا في مصلحة الجزائر. في كل الأحوال الجزائر كانت دائما تفكر في هذه الأحلاف أو المجموعات ليس فقط لتحسين اقتصادها، إنما للمساهمة في تغيير الوضع العالمي. وكان هذا بطبيعة الحال سيفرض أعباء، وأنتم تعلمون أن الجزائر وفية لهذه الأمور. المهم في الأمر هذا قد تحررت الآن الجزائر من الحرج والمديونية لأي جهة، وستنطلق بقوة خارج الأطر والمجموعات لتعزيز مصالحها. بما أن العالم يكافئ التجار مثل دويلة الإمارات، طيب إذن من مصلحة الجزائر أن تستغل التناقض العالمي لمصلحتها، لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي. من الناحية الجيوستراتيجية يبدو أن التغيير السياسي العالمي الذي تحمست له الجزائر كثيرا، هذا التغيير بالمناسبة أبطأ من عجلة التغيير الاقتصادي. العالم يبحث عن التجار، وعلى ضوء ذلك نعم من مصلحة الجزائر الانفتاح على كل الراغبين في إقامة شراكات اقتصادية معها. وما يصنع القوة الاقتصادية ليس بالضرورة الانضمام إلى النوادي. أحيانا بالمناسبة تتصور أن الانضمام لهذا النادي أو ذاك قد يغير الأمور بين عشية وضحاها، وتحبط شعوب كثيرة بسبب ذلك. أنا أعتقد أن المهم هو دائما الشراكات ذات الجدوى، وهذا متاح الآن للجزائر وبإمكانها استغلاله. ولكن من المستحيل أن تنجح أوروبا في إبعاد الجزائر عن الصين كما قال تقرير الخارجية الأوروبية. هذه كواذب آمال وأماني. هذه الدعوات والأماني قد تأخرت عقودا طويلة بعد أن تعرى الغرب، ولا توجد دولة حصيفة اليوم تعول على أضغاث الأحلام الغربية.
الغرب الآن يخسر كثيرا. إن الجزائر البلد الذي يتمتع بإمكانيات هائلة الآن تقف عند منعطف حاسم في تطورها، ولضمان النمو والازدهار المستدامين يمكن للجزائر أن تستفيد من الاتحاد الأوروبي على المستويين الجيوسياسي والاقتصادي. يمكن أن تساهم الحوارات الرفيعة، برامج التبادل والبعثات الدبلوماسية، فضلا عن الشراكة في حل النزاعات ومكافحة الإرهاب، في تعزيز الثقة بين الجزائر وأوروبا. على الأقل الجزائر تقيم علاقة ممتازة مع إيطاليا فيها توافق كبير سياسي وأمني واقتصادي، ويمكن البناء على ذلك. ولكن الاقتصاد هو الأهم، وتستطيع أن تستغل الجزائر حاجة أوروبا للأمان النفسي في جذب فرص الاستثمار من الاتحاد الأوروبي في قطاعات الطاقة، البنية التحتية، الزراعة، التكنولوجيا. وهذا بالمناسبة يتوافق مع خطط التحفيز التي وضعتها الجزائر لتسريع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتنميع الاقتصاد الجزائري. وأما الجائزة الكبرى التي يمكن أن تحصل عليها الجزائر فتتمثل في الخبرة التكنولوجية، حيث يعد الاتحاد الأوروبي موطنا للعديد من الشركات والمؤسسات البحثية المبتكرة، ومن خلال تبادل الخبرات التكنولوجية وتعزيز التعاون يمكن للجزائر بالتأكيد الاستفادة من قدرات أوروبا التكنولوجية في مختلف القطاعات، بما في ذلك منشآت الطاقة المتجددة، البنية التحتية الرقمية، الزراعة، أنظمة الاتصال، شبكات النقل إلى آخره. وكما قلت من مصلحة الجزائر التحرر من المديونيات السياسية والتركيز ببراغماتية على مصالحها. وطبعا الجزائر لن تفرط على مبادئها، ولكن تركز بالبراغماتية على مصالحها. وكما قلت مرة أخرى من المستحيل أن تنجح أوروبا في إبعاد الجزائر عن الصين. هذا خيار استراتيجي بالنسبة للجزائر، واستبدال الصين مجرد وهم. قامت الصين باستثمارات كبيرة، أقامت علاقات اقتصادية قوية متجذرة مع الجزائر على مر السنين، فضلا عن العلاقة الوجدانية والثقافية النضالية السياسية، إنها جزء من الحمض النووي الجزائري الآن، وكانت استجابة لتحديات كبيرة. أين كان هذا العالم الذي يتهافت الآن، الذي يتذكر فجأة شمال إفريقيا؟ هذه الأمور أملتها ضرورات وجودية. في الأعوام الأخيرة أصبحت الصين أحد أكبر الشركاء التجاريين للجزائر، ومصدرا رئيسيا لكثير من الأشياء للجزائر، كثير من المنتجات. وأيضا الآن أصبحت من أكبر المستثمرين. تعد الصين واحدة من أكبر شركاء الجزائر في الاستيراد والتصدير. تصدر الجزائر بشكل أساسي طبعا منتجات النفط والغاز والحديد، وقابلة للتنوع طبعا مع ازدهار الآن استثمار الجزائر في كل المجالات، بينما تستورد من الصين مجموعة واسعة من السلع، بما في ذلك الآلات، الإلكترونيات، المنسوجات، حتى المنتجات الاستهلاكية. هذه علاقة متجذرة. شاركت الشركات الصينية وبفعالية في قطاعات مختلفة مثل الطاقة، البنية التحتية، الاتصالات، التصنيع. تشمل الاستثمارات الصينية البارزة في الجزائر مثلا بناء الطريق السريع بين الشرق والغرب، تطوير حقول النفط والغاز، إنشاء مصانع التصنيع. كما قلت، بعد زيارة الرئيس الجزائري للصين قفزت الاستثمارات الصينية بشكل مذهل، ومن المستحيل أن تنجح أوروبا التي تقزمت كثيرا في مجاراة ذلك. لا تستطيع باختصار، ولا يمكن أن تعول الجزائر على هذه الأمور وتضحي بعلاقة استراتيجية بيدها، ولكنها دائما تستطيع أن تحسن وضعها التفاوضي. وأيضا السوق الجزائري يستوعب الكثير، لا زال فتيا، ولكن كما قلت بإمكان الجزائر مرة أخرى استغلال فرص. الآن دعونا نتحدث عن الموضوع الآخر الخاص بسويسرا. اتخذت سويسرا قرارا متطفلا وعجيبا. وجه المدعي العام للسويسري لائحة اتهامات بارتكاب اتهامات لوزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار، اتهمه بارتكاب جرائم بحق الإنسانية والذي منه، بغض النظر عن اتهاماته. هذه الاتهامات ما الذي من منح هذه الدولة أن تتدخل في شأن جزائري؟ الدعوة الجنائية في الأساس رفعتها منظمة تدعى ترايل انترناشنال،
ضد الوزير السابق، حاولت الاستفادة من قانون سويسري عجيب يحق له محاكمة أي متهم في أي مكان. باختصار هذا القانون يستبيح سيادة القانون في أي دولة، أي قانون، أي دولة قانون. هذا القانون تحميه سيادة الدولة. هذا كله لا معنى له في نظر السويسريين. هؤلاء يمنحون أنفسهم الحق في ملاحقة كل المسؤولين على أسس سويسرية أو استنادا لتهم توجهها منظمات حقوقية. بعض المنظمات بالمناسبة يعني معلوماتها مصادر معارضة، أشخاص مطعون في مصداقيتهم. السؤال هو حتى من حيث المبدأ، كيف ما معنى السيادة؟ ما معنى القضاء القطري البلد في البلد؟ من أين تستمد سويسرا كل هذه الشرعية؟ سويسرا بالمناسبة التي اشتهرت تاريخيا بقوانينها المصرفية السرية التي اجتذبت الأموال المنهوبة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تلك المرتبطة بأنشطة غير مشروعة مثل غسيل الأموال، التهرب الضريبي والفساد. هذه سويسرا. فضلا عن ذلك سويسرا بالمناسبة سوق للأسلحة الدقيقة التي تم بيعها للمقاتلين في جميع أنحاء العالم. ساهمت سويسرا بالمناسبة في تأجيج الحرب الإيرانية العراقية، كانت تبيع بالمناسبة، كانت من أكبر المصدرين للأسلحة للبلدين أثناء الحرب، يعتاشون بهذه الطريقة، بنوا اقتصادهم بهذه الطريقة. والآن يطاردون وزير لدولة ذات سيادة، ودولة ليست أي دولة تأخذ سيادتها على محمل الجد. هذا أمر غريب حقا. يعني أن تلاحق سويسرا وزيرا جزائريا، يعني لماذا بدأت بالجزائر؟ لماذا لم تقم بمحاسبة المجرمين الفعليين في أوروبا وفي أمريكا، مجرمين تسببوا في إبادة الملايين؟ المهم، في كل الأحوال هاجمت وزارة الخارجية الجزائرية سويسرا، واعتبرت مجرد الشروع في اتهام الوزير الجزائري السابق اعتداء صريحا على السيادة الجزائرية، وحذرت من خطورة هذه الاتهام في علاقة البلدين. ليس مستبعدا بالمناسبة أن تكون هذه الاتهامات جزءا من سيناريو الاستفزاز المتنوع الذي تقف من خلفه أصابع صهيونية. واضح هناك يعني تتناوب الدول الغربية على الاستفزاز. كلما هدأت الأمور أو نسي استفزاز ما وتوددت جهة ما للجزائر، قامت دولة ما باستفزاز الجزائر، وكأنه سيناريو مرسوم. قد لا يكون الأمر صدفة، وسيبقى الغرب مشكلة حقيقية، لأنه لم يستوعب بعد أن ثمة حدود وخطوط لا ينبغي تخطيها، ولقد تخطت سويسرا ذلك الخط تماما كما تخطتها دول غربية أخرى. وأما انقلاب غابون فهو ضربة جديدة لفرنسا. يعني فرنسا تلقت ضربات بشكل مذهل. هذا بالمناسبة في تقديري يزيد من تعقيد أمور إكواس وفرنسا، ويقلص خيارات اللجوء للحل العسكري في النيجر. بالنسبة للنيجر يبدو أن الجزائر قد نجحت على الأقل في تهدئة الأمور، ولكن بوقوع انقلاب غابون جاء لكي يعزز موقف النيجر ويشكك أكثر بالمناسبة في قدرة إكواس وفرنسا على شن الحرب. في النيجر صدقوني رغم التلويحات مرة أخرى ليس لهم إلا الوساط الجزائري، هذا أمر شبه مؤكد. وأما غابون فهي تفضح الادعاء الفرنسي وتعري أكذوبة الشرعية التي تتشدق بها فرنسا في النيجر. ماذا نسمي إذن دور فرنسا في غابون؟ غابون طبعا غنية بالنفط، وظلت فرنسا تدعم عائلة بونغو أكثر من 5 عقود. هل هذه الديمقراطية؟ هل ستهرع فرنسا هذه المرة للدفاع عن شرعية عائلة بونغو التي حكمت البلاد لأكثر من 5 عقود وبدعم قوي من فرنسا التي أعاقت التطور في غابون وتسببت في فقر الشعب رغم الثراء الذي تتمتع به البلاد؟ ما هي الحجة التي ستدافع باسمها عن النهب الفرنسي هذه المرة؟
لقد وقع انقلاب غابون مباشرة بعد ساعات من إعلان نتائج الانتخابات التي منحت علي بونغو ولاية جديدة، وطبعا كان سيحكم إلى الأبد، وفرنسا راضية وداعمة. انتظر الجيش النتيجة، ولما تأكد عودة الفاسد للحكم اتخذ القرار، وهو قرار شرعي ووطني. كل ما يفعله هذا القرار يلغي اللا شرعية، لأنه يحرم اللصوص من إهدار ثروة البلاد. كيف تأتي الآن تحمي البلاد إن لم تقم بعمل كهذا؟ على ضوء ذلك يمكن القول بأن فرنسا هي التي تتسبب في الانقلابات في إفريقيا عبر تحالفها مع العملاء واللصوص لسرقة الموارد، مما يضطر الوطنيون يضطرهم إلى اللجوء إلى هذه الوسائل الاضطرارية الانقلابية. لو لم تكن فرنسا هناك لما وقعت الانقلابات. وتاليا فإن معالجة الانقلاب يتعلق بمعالجة جذوره، وهو التخلص من المستعمر اللص. لست من محبي الانقلابات بصراحة، وقد تقود هذه الانقلابات إلى الفوضى مستقبلا، وقد لا تحقق الأهداف الوطنية. على الأقل سيحكمون بلادهم، سيرتكبون الأخطاء وسيتعلمون منها. عندما تستلم السيادة فليس لديك بلد في الأساس. يعني يمكن أن يكون هؤلاء مجرد مجموعة من المغامرين محبي السلطة، ولكن حتى إشعار آخر في الحد الأدنى. هذه موجة جديدة في إفريقيا، قاسمها المشترك هو التخلص من النفوذ الاستعماري القديم، وهو أمر يجب الاحتفاء به كحد أدنى. فلا خير يرجى في أوطان مسروقة ومقيدة ومسلوبة الإرادة، ولقد خسرت فرنسا نفوذها، ما في ذلك شك. ولو فكرت في موقف السفير الفرنسي في النيجر الذي قطعوا عنه الماء والكهرباء، ويبدو أنهم قرروا في الأخير أخذه ترحيله عنوة، هذا ظل متمسكا بمكانه. ما معنى هذا؟ هذه فضيحة. يرفض المغادرة سفير. هذا العناد المخجل يكشف حالة اليأس الفرنسي. لم تخسر فرنسا فحسب، ولكنها تبدو متطفلة بشكل بصراحة يدعو إلى الرثاء. والحديث بقية. شكرا لكم على المشاهدة.